السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. كنرحب بالمتتبعين الاوفياء القناة وصفات حكيمة الغازي. بالنسبة للوصفة ديال اليوم كتعالج السعال والكحة الجافة وكذا البلغم الموجود بالصدر. يعني هاد الوصفة كتنفع الناس اللي فيهم الرواحة ولا الكحة او فيهم تبوريشه السخانه، يعني اللي شادهم هذا الريح ديال هاد الايام. راه وصفه زوينه بزاف وكتنفع سواء الكبار او لا الصغار. قبل ما ننطلقوا لطريقه التحضير ديال الوصفه، ما تنساوش الاشتراك في القناه ودعموني بلي لايك ديالكم باش الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، وبارطاجيو الفيديو. وبالنسبه للمكون الاول ديال هاد الوصفه فهي البقوله، فهي مكون طبيعي موجود في جميع المنازل المغربيه. يعني راه كتباع، اللي ما عندوش في المنزل ديالو راه موجوده في الاسواق بطبيعه الحال. غادي ناخذ واحد الكميه قليله من البقوله، غادي نحاولوا اننا نغسلوها مزيان باش نحيدوا منها جميع الاتربه اللي كتكون فيها، وغادي نحطوها في اي مول او لا في اي كسرونه او لا براد ولا اي حاجه عندكم. وغادي نضيفوا ليها تقريبا واحد الكاس ديال الماء على حسب العدد الاشخاص اللي غادي يشربوا ولا غادي يخدموا هاد الوصفه. هاد الوصفه راها زوينه بزاف، راه كتحيد البرد من الجسم نهائيا، راه كتسخن الجسم وكتحيد منه جميع السموم اولا جميع الفيروسات اللي كاينين في هاد الايام. راه زوينه بزاف، صدقوني جربوها راه ما غاديش تندموا نهائيا. غادي نحاولوا اننا نحطوا المشروب ديالنا على البوطه تقريبا 10 ديال الدقائق حتى تغلى معنا بهذا الشكل. وغادي نحاولوا اننا ناخذ واحد الاناء اولا واحد الكاس، غادي نصفيو فيه الخليط على هذا الشكل، وغادي نحليوه بطبيعه الحال بملعقه صغيره من العسل. يعني غادي ناخذ فقط ملعقه صغيره من العسل، راه ماشي ضروريه، اختياريه فقط. يعني الناس اللي فيهم السكر ماشي بالضروره انهم يخدموا العسل، يمكن لهم يخدموا المشروب بوحده، وغادي يضيفوا ليه واحد الكميه قليله من عصير الحامض او لا الليمون. يعني راه الوصفه بسيطه جدا، يعني ما فيهاش اي تكلفه. غادي نعاود معكم الطريقه ديال الاستخدام والطريقه ديال الوصفه. غادي ناخذوا اناء غادي نوضعوا فيه البقوله، يعني على حسب عدد الاشخاص اللي غادي يخدموا هذه الوصفه. غادي نوضعوا فيه البقوله وكميه من المياه، وغادي نحليوه بالعسل. والعسل غير ضروري نهائيا، الناس اللي فيهم في السكر يمكن لهم يستغناو عليه. وغادي نضيفوا ليه تقريبا 3 معالق صغيره ديال الحامض، 3 المعالق ديال الحامض، يعني نص حامضه غادي تاخذوا منها 3 المعالق ديال الحامض. بالنسبه لطريقه الاستخدام غادي نشربوا كاس الى غادي نعسوا، كاس الى غادي نعسوا راه كافي جدا. يعني ماشي بالضروره الا غادي تنعسوا، ولكن من الاحسن انكم تخدموها وتنعسوا باش ما يضربكمش عليها البرد. كنشكركم على التتبع ديالكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه ودعموني بلي لايك ديالكم باش الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، وفعلوا لي اللايك ديالكم وبارطاجيو الفيديو. وشكرا بزاف.